السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هعمل معاكم الصينيه التحفه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. هعمل معاكي المحشي بكل اسراره وتكاته اللي تخليكي تعمليه زي المحترفين بالظبط، واحلى كمان من اللي بناكله في المطعم. بس قبل ما ابدا معاكي الوصفه، يا ريت تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. ويلا بقى تعالي هقولك عملت المحشي بالطريقه الحلوه دي ازاي. اول حاجه معايا حله على النار، ومعايا 5 بصلات. هاخد نصهم بس احمرهم في معلقه من السمنه البلدي، وممكن لو تضيفي اي دهن حيواني ليا، دهن بوش، اي حاجه ده حسب ما تحبي باختيارك. استنيت لما البصلة اصفرت، نزلت عليها بمعلقتين كبار من الصلصة، وبعدين قلبت الصلصة كويس، ونزلت عليها بلتر من الطماطم عصير، لتر عصير من الطماطم. دلوقتي ابتديت احط عليها معلقة صغيرة من الملح والفلفل. ظبطي ملحك زي ما انت عايزة. حطيت معلقة صغيرة من الفلفل والكمون والكزبرة والبابريكا وال7 بهارات، ونص معلقة صغيرة من الشطة. وزي ما احنا متفقين، الشطة دي على حسب ذوقك، عايزة تزودي زودي. وحطيت مكعبين من المرقة، برضو ديت براحتك لو مش حباها، بس بصراحة بتدي للمحشي طعم حلو جدا. وحطيت معلقة صغيرة من البابريكا. قلبت كل ده مع بعض وسبتها تتسبك كويس جدا. بعد ما اتسبكت جبت صينية واسعة وحطيت فيها الصلصة وسبتها تبرد. اهم حاجة ان احنا اي حاجة هنحشيها، اي حشوة، سواء في المحشي او في الحمام او في الفراخ، اي حشوة يفضل ان انت ما تحطهاش مبخرة كده بتغلي جامد كده. لازم تسيبيها تهدى وتبرد شوية قبل ما تضيفيها على باقي خلطتك. دلوقتي جبت صينية كبيرة، حطيت فيها الرز وباقي كمية البصل. الطماطم زي ما شفتي كده انا مش ضربها في الخلاط، انا عاملاها في الكبة على اقل سرعة، تبقى مقطعة شبه بنقطعها صغيرة جدا للسلطة. اول تكه معايا بقى في الكوسه. لو انت الكوسه بتتقطع منك او بتتخرم، هقولك على طريقه مضمونه جدا تخليها استحاله استحاله تتخرم منك. عارفه انت الورده اللي في الكوسه من فوق، انا مش بفتح من الناحيه دي، انا بفتح من العكس. انا بسيب مكان الورده دوت موجود، واجي من فوق افتح منه الفتحه العريضه دي وابتدي اقور. مهما تعملي الحته اللي بتبقى عند الورده دي بتبقى سميكه جدا، يعني بتبقى بتستحمل ضغطة المقوار فيها، فعمرها ما تتفتح معاكي. بصي هوريكي انا بفتحها، بتبقى يعني بقورها بتبقى عاملة زي البفرة في ايدي كده. خفيفة جدا، بشيل منها كل القلب وانا مطمنة ان عمرها ما هتتفتح معايا. جربي التكة دي وهتدعيلي. بصي كملت كل الكوسة بقى بالطريقة دي. وجيت البتنجان عشان يبقى سهل معاكي، لازم تعملي فيه الحركة دي، تضغطي عليه جامد قبل ما تقوريه. ومعاكي حلة فيها مية وملح، وتحطي فيها اللي تقوريه اول باول، ينزل في الحلة اللي فيها المية ديت عشان ما يسودش معاكي. اهم حاجة لازم تدلكي البتنجان كويس جدا، مش هيستحمل تقوير، اول ما تحطي فيه المقور هيطلع على طول زي ما انت شايفة كده. دلوقتي الصلصة كانت هديت معايا، رجعتها على الخلطة بقى وابتديت اقلبها. ظبطت بس الملح، يعني حطيت رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسمر ورشة من ال7 بهارات، وحطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي وحبة زيت عشان يخلوا الرز مفلفل كده. بس كده. بصي شكل الخلطة عامل ازاي، والله على الطبيعة احلى كتير. انا الفون صورته مش حلوة خالص. انتي من شكل خلطتك هتعرفي ان المحشي بتاعك هيطلع حلو ولا لا.
دلوقتي جبت بقى صينية، حطيت فيها حبة زيت ونزلت فيها بقلب الكوسة اللي انا قورته، فرشته كله في الصينية، بيبقى طعمه حلو جدا. انت ممكن تسيبي المحشي اساسا وتاكلي اللي انت حطاه في الصينية من تحت. ورصيت بقى، وخدي بالك ما تمليش الخضار بالرز لاخره، لان الرز لسه هيستوي فهيزيد. يعني بسيب فيه شوية، يعني مش بملى الكوسة ولا البتنجان للآخر خالص، بسيب فيه حاجة بسيطة كده عشان ما يطلعش مني. يعني حوالي 2 سنتي كده الارتفاع لفوق تسيبيهم فاضيين، عشان الرز لما يتمدد معاكي ويستوي ما يطلعش بره الخضار ويبقى شكله حلو. كملت باقي الكمية كلها بالشكل ده. وبعدين جبت الفلفل. الفلفل اسهل حاجة بتعمليها، بتفتحي بالراحة النص اللي فوق دوت اللي عند الوردة، وتقطعيه وتنزلي البذر بتاعه، واوعي ترميه، لان الوردة دي انا هغطي بيها. انا بحب جدا اسوي الكوسة والبتنجان والفلفل، جربيه في الصينية في الفرن، طعمه احلى كتير جدا من اللي بيتحط في الحلة. جربيه وهتدعيلي. دلوقتي انا خلصت كل الكمية اللي معايا، وتعالي بقى اقولك على اسرار الممبار، وازاي يطلع معاكي ميته رايقة كده وبيضة شفافة خالص ونضيفة جدا. اوعي تعتمدي مهما الجزار نضيف على تنظيف الجزار. انا جبت الممبار بتاعي، قلبته، بفتحه بسيط جدا وادخل الطرف التاني جواه تحت الحنفية، بيقلبه بمنتهى السهولة. شايفة انت الطرف اللي واقع ده، هتقلبيه تحت الحنفية، تدخليه بنفس الطريقة كده المية وضغط المية، وهتقلبه معاكي بمنتهى السهولة. تغسليه كويس جدا بالدقيق، وترجعي تشطفيه، وترجعي تقلبيه تاني على الوش بتاعه، وتغسليه برضو بدقيق وشرايح الليمون، وتخلي ميته صافية خالص زي ما انت شفتيها معايا. دلوقتي هقولك على اسهل طريقة لحشو الممبار. هتمسكي الطرف بتاعه تقلبيه على صباعك شبه ما انت شايفة كده، وببقى ماسكاه بالصباعين دول عامل علامة 7، زي كأنك عاملة بإيدك 7 كده. وبعدين في الإيد التانية تاخدي شوية من الخلطة، تبقى لازقة خالص عند البق أو الفتحة اللي انت عملتيها في الممبار. تعالي هنا هقولك بالتفصيل تاني. انت بتمسكي من فوق، تدخلي الصباعين دول فيه كده، وتعملي له زي فتحة أو بق كده. بصي الإيد التانية فيها الخلطة في وش مباشرة الفتحة دي، وتزقي بصبعك الكبير. صدقيني لو قدامك 10 كيلو هتحشيهم في 5 دقايق. يعني الطريقة دي سهلة جدا وسريعة، لانك انت بتدخلي الحشوة بسرعة جدا، يعني كأنك فاتحة كيس او حاجة وبتحطي فيه بسرعة 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 فبياخد لجوه. اهم حاجة وانت بتعملي تنزلي الحشوة لتحت، طول ما انت بتحشي هتنزلي الحشوة لتحت، وتضغطي عليه لحد ما يبقى مبطط معاكي، لان دوت الرز لسه هيستوي فهيزيد، تعملي حساب كده. اي بعد ما خلصت خلاص ببتدي ابططه كده، عشان اي زيادة فيه تنزل، ولازم يبقى مبطط كده. لو حشيتيه اكتر من كده هيفرقع معاكي، لان الرز حجمه بيزيد فبيضغط عليه يفرقع. فانت من الاول خالص لازم تبططيه وتنضفيه من بره من باقي الخلطة، تمسحي عليه كده لحد ما يبقى نضيف معاكي خالص، وتحطيه بقى في الصينية. خلصت كله بنفس الطريقة كده، طريقة سهلة ومظبوطة. واهم حاجة ان انتي من الاول خالص الخلطة بتاعتك اللي هتاخديها تكوني جايبة طبق تاخدي فيه، يعني قدامك على الرخامة الصينية الكبيرة اللي انا حاطة فيها الخلطة. انا باخد حبة بحبة عشان الخلطة بتاعتي تفضل نضيفة لاخر حباية رز. انا باخد على قد اللي انا بحشيه بس، عشان لو اتبقى رز او اتبقى خلطة تبقى نظيفة، مش مكان الممبار ولا مكان حاجة. فتقدري تعمليها تسويها عادي في الحلة. لو اتبقى حبة رز او خلطة ممكن تسويهم لوحدهم
في حلة صغننة. دلوقتي بقى انا بعمل خلطة رهيبة للصواني قبل ما ادخلها الفرن. اسمعيني، اعمليها حتى في الكرنب او في ورق العنب، بتبقى حلوة جدا. وللصواني بالذات اللي فيها الكوسة والبتنجان، بحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي، معاها معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ياخد لون اصفر كده حلو، لون ذهبي. انزل عليه بمعلقتين كبار من الصلصة، وبعدين نزلت على طول بالشوربة بتاعتي. اهم حاجة الشوربة بتاعتي تكون شوربة مظبوطة. انا حاطه لها ورق لورا وحبهان وملح وفلفل. ظبطت الملح والفلفل بتاعي، وحطيت مكعب من المرقة ونص معلقة من السكر عشان تعادل حموضة الصلصة اللي انا كنت حطاها. بس كده سبتها تغلي كويس جدا، نزلت بيها على الخضار. اهم حاجة السوائل او الشوربة اللي هتنزلي بيها على الخضار ما تعديش نص الكوساية. يعني قدامك الكوسة او البتنجان نايمة كده في الصينية، هحط نصها بالظبط. ما تزوديش في السوائل عشان الخضار يبقى سواه حلو وما يتهرش منك. غطيت عليه وسبته يغلي معايا اول 10 دقايق على البوتاجاز من فوق، وبعدين هديت النار وسبته يكمل نص السوا بالظبط بتاعه على البوتاجاز، نص ساعة. وبعدين دخلته على الفرن اللي كنت مولعاه من قبل كده. فرن مسبق التسخين، لازم تدخل على فرن سخن جدا. بس كده معايا بقى حلة على النار للممبار، حطيت فيها مية، بصلاية، طماطماية، ورق لورا وحبهان وملح وفلفل وطماطماية مبشورة، وحطيت السوائل اللي نزلت من باقي الخلطة بتاعتي. بتديها طعم حلو جدا لان بيبقى فيها كل النكهات اللي في خلطة المحشي، فبتنكهلي المية بتاعته، بتبقى حلوة جدا. غطيت عليها وسبتها تغلي. دلوقتي كان المحشي بتاعي وصل، او الكوسة وصلت لنص سواها. غطيتها كويس بورق الفويل ودخلتها الفرن على الرف اللي في النص، وهديت النار. بس كده دلوقتي بقى المية كانت غليت معايا كويس جدا. نزلت بالممبار، بمسكه من الناحيتين عشان ما يوقعش الرز بتاعه. حطيته كله وغطيت عليه. دلوقتي الكوسة بتاعتي كانت استوت. اطلع الصواني بتاعتي، ادهنها زي ما انت شايفة كده من الصوص اللي نازل منها. ادهن الوش بتاعها كويس جدا، وارجع احطها تحت الشواية تاخد لون حلو. دلوقتي بقى بحمر. حطيت طاسة على النار فيها زيت ومعلقة من السمنة. نزلت بالفراخ عشان تنزل النكهة بتاعتها والطعم الحلو كله في الزيت. وبعد كده ابتديت انزل بالممبار. اهم حاجة في الممبار، اوعي تحمريه وهو سخن عشان القشرة الخارجية بتاعته ما تبقاش طرية كده ومكرمشة وشكلها مش حلو. لا، احنا عايزينها تاخد اللون الحلو الذهبي اللي هتشوفيه معايا في الاخر. واهم حاجة انك ما تحطوهوش وتسيبيه. الممبار بياخد لون بسرعة جدا، فعلى طول اول ما ياخد اللون الذهبي هتقلبيه على الناحية التانية. اول ما يتحمر بالشكل اللي انت شايفاه دوت، تطلعيه على طول من الزيت. وبس كده، وهتقدميه وهيطلع معاكي بالشكل الحلو دوت. وان شاء الله تجربيه ويعجبك. ولو عجبتك وصفتي النهاردة، ياريت لايك وتعليق حلو منك، ومتابعة لقناتنا عشان يوصلك كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.